السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين الكلمة اللي اتقالت في مسلسل الكبير قوي لما قالت له مين قال لك ان انا قاعدة لوحدي؟ انا قاعدة انا وخيبتي، مش شايفها اهي. انا قاعدة انا وخيبتي دلوقتي في المطبخ. والله العظيم يا اخوانا دمار من كل ناحية، يا المواعين يا المواعين، كمية مواعين غريبة وكتيرة هو بسبب ان يعني للأمانة انا ما كنتش في البيت، انا يعني ما كانش في وقت اني انا نغسل المواعين او ان انا نروق المطبخ، لاني انا رحت عند حماتي وكان يوم خبيث، فهروح بالليل قبلها بيوم وتاني يوم الصبح بدري، فكنت يعني واخدة نص النهار اللي قبله هناك واليوم اللي وراه هناك، فاهمين؟ مش مشكلة، المهم ان انا ما كنتش في البيت يعني عشان نلحق ننجز المواعيد دي كلها. فاللي حصل ان المطبخ وصل معايا للمرحلة دي، للأمانة أيوصل، يعني هو مش أيوصل، لا أيوصل، أيوصل في أوقات كتير الواحد ممكن يبقى تعبان، ممكن يبقى مش فايق، ممكن يبقى يوم الطبيخ مثلا، أيوصل في أوقات كتير يعني، وهذا الغسيل قاعد والمية قاعدة وكل حاجة قاعدة. لو انت أول مرة تشوفيني، أنا أم المعتصم ودي قناتي عليها روتين صعيدي مغفلق. ما تنسيش تحطي لي لايك الزين، انزلوا حطي لي لايك، اللايك يدعمني ويرفع الفيديو ويخليه يتشاف بشكل أكتر. طبعا تسيبي لي دعوة حلوة ولكن بالمثل يا رب إن شاء الله، وتشتركي وتنوريني. أول حاجة نمسك عقبات الوكل كلها، عيش ناشف أي حاجة نمسكها نروح نوكلها للطير، يعني ده كان وقت عشاء الطير، خلاص هنعشيه عشان يبيت وخلاص خلص موضوعه، فنمسك كل عقبات الوكل أول حاجة. تاني حاجة نمسك أي حاجة هتتشال من مكانها نشيلها، يعني الخلاط ده اديته مسحك ده في السريع وشلته مكانه، التوابل المترمية في كل حتة ترجعها مكانها، الزيت والسمنة ترجعها مكانها، المواعين جيبيها على جنب ولميها، ابدأي ايه نظمي أفكارك عشان تدخل المعركة انت انت ومظبوطة كده، هي والدنيا إلى حد ما مترتبة قدامك أو باينة قدامك، يعني عشان يعني الوضع والله العظيم يجيب اكتئاب الوضع يجيب اكتئاب، إني ليه المطبخ أي حصل فيه كده، ليه أنت بالذات مش زين، لا لا لا، أنت مش جدع والله العظيم. أنا أبدأ أنا إني مش يعني نغسل نقسم نقسم الموضوع الأجزاء، يعني مش إن الكوبايات تبقى هي الأول وبعدها التنك وبعدها الطباقة والمعالق ثم الحلل وهكذا، يعني فاهمة؟ أن نشتغلوا بالدور، كل واحد عليه دور. وطبعا زي ما انت عارفة أنا فاتحة السيفون من تحت، فكل المية كل ما الجردل يتملي نطلع نروح الرشة ونجي، نطلع نروح الرشة ونجي. فموضوع تشطيب المطبخ ده يا ساتر غيتت غتاتة والله العظيم. بس كانت جدتي تقول لنا كفينا شر كان أول ما نتكلم على المواعين كفينا شر كان، يعني قال يعني نعمة إن الدنيا متكركبة، وإن نعملوا أكل وإن إحنا ناكل وإن العيال كويسة وأتاكل وتكركب، فده إيه، فده نعمة من ربنا، يعني إن في صحة، في صحة يعني الشغالة داعك. فلا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد يعني. بس فأنا يعني اخترت في اليوم ده إني أنا مش هنعمل إلا المطبخ، كفاية يعني. أنا لو خلصت المطبخ النهاردة فأنا أنجزت، أنا عملت إنجاز غريب رهيب جميل ما حصلش، إن المطبخ بكمل مواعين ده بالبوتاجاز المدعوك بالتلاجة، التلاجة بتاعتي اتكسرت واتضغطت وما لقيلهاش قطع غيار، أنا لازم نشكيلكم والله رحت لفيت في المحلات كلها مش لاقيه لها أرفف، الأرفف هنيتها كلها اتدقدقت، والأرفف بتاعت باب التلاجة بقيت حالتها صعبة يعني، فمش لاقية لها أرفف. فلو حد من عندينا هنا من الأقصر يقول لي ممكن نلاقي فين اللي هي الأرفف هنيتها يعني. المهم سيبكم من أحزاني وركزوا في أحزاني التانية يعني سيبكم من الأحزان دي، خلينا في الأحزان دي، جزء نمسكوا ركن نخلصوا. يعني بُصّوا، الرجالة ما تدخلش المطبخ، دي نصيحة برضه، الرجالة ما ينفعش ندخّلوهم المطبخ ولا نعتمدوا عليهم، أي نعم يعملوا أكل أحلى منّينا وأحسن منّينا ويفنّنوا، لإن هُم داخلين بمزاجهم، فاهمة؟ هُم داخلين بمزاجهم فيشتغلوا بدماغ، لكن أنتِ داخلة مغصوبة، داخلة بالضرب المركوب داخلة تعملي أكل، فمش هتفنّني يعني الفِن اللي هو، أو مش دايمًا هتفنّني، لكن هُم لمّا يدخلوا المطبخ للأمانة هيفنّنوا، ولكن للأمانة هيكرهوكِ في اليوم اللي دخلوا فيه المطبخ. يعني مثلًا أنا هنا عشان كنت عند حماتي ما كنتش قاعدة، راح جوزي دخل المطبخ قال أنا هنعمل لكم عشا، ويا ريت أمّا دخل،
ادي المنظر اللي قدامك ده بصراحة مخلفات حرب يعني مخلفات حرب كانت في المطبخ. فكان الوضع يعني اللي هو طب يا ربي نفرح عملت لنا لقمة ولا نزعل في المنظر اللي أنا شفته. كانت مشاعر متضاربة يعني، كانت مشاعر حزينة، هي مايلة للحزن أكتر يعني. ولكن نقول له بارك الله فيك يعني، تشكر على تشكر على المجهود، تشكر على المجهود وتشكر على ان انت نويت وقررت ان انت تساعدني يعني. ولكن والله مش هنقدر نقول له ايه اللي عملت ده. انا خاف يعني اقول لي جزات المعروف يعني، انا اللي عملت لك وانا اللي سويت لك وانا فنسكت، ناكل انا وحزينه ومش قادرة نستمتع باللقمة ولا نفرح، ناكل وعيني للمطبخ كده، عيني مواربة بص على المطبخ أنا وأناكل، بص على الهم التقيل اللي ورايا يعني والدنيا الخربان. يعني إن الواحد فيهم عشان يعمل طبق حاجة، طبق ينزل 60 معونة قبالة. مش عارفة الفكرة دي، أنا لاحظت إن هي في الرجالة كلها، إن الواحد عشان يعمل حاجة هيستهلك كمية مواعين. مش عارفة إيه الفكرة، ولكن نقول بارك الله فيهم، بارك الله فيهم. مش اللهم لا اعتراض. اللهم لا اعتراض على حكمك يعني يا رب. المهم هنا كنت وصلت عند ايه للليفل الوحش. انا تمام، دي حلة الضغط دي اللي هي اخر حاجة بتاعت اللحمة، خلاص انا غسلوها فانفنش الحوض، بس والله كان ظهري اتقطم يعني، لاني كانت كميه مواعين وكميه كركبه. هو سيبك هو يعني لو المواعين مثلا مقدور عليها، لكن منظر الكركبه في المطبخ وان المطبخ يبقى مكركب ومدعوك وكل حاجه فيه بايظه وكل حاجه فيه مدعوكه، المنظر ده يضايقني والله العظيم يعني، هيجيب لي اكتئاب، يخليني كده مكتئبه كده ومش لا مش مستمتعة كده بالحياة ولا. الواحد ناظر قدامه حرب داخل عليها يعني، ناظر حرب داخل عليها. البوتاجاز ده لو ما فيش معلقة في الحوض زبطة، بس البوتاجاز زبط ومش نظيف، لا المطبخ كله مش نظيف. لو في كمشة مواعين والبوتاجاز نظيف، لا الدنيا مقدور عليها والدنيا سهلة عشان البوتاجاز نظيف. دايما بالنسبة للبوتاجاز هو الأزمة، أو بالنسبة للبوتاجاز هو الأساس في المطبخ. ان انت نظيف المطبخ نظيف ايا كان، انت مش نظيف المطبخ مش نظيف برضو ايا كان. دايما نظافة المطبخ تعتمد على البوتاجاز يعني. انتوا عارفين في السكن ايام الكلية كانت كانت المشرفة لما تجي تتمم على النظافة كانت تجي للبوتاجاز. مش مشكلة مواعين، مش مشكلة بتاع، تقول المواعين فرضنا توكم واكلين، مش مشكلتي عادي حتغسلوها، ولكن البوتاجاز حيبان ان انتوا مهتمين بنظافة المطبخ ولا مش مهتمين بنظافة المطبخ. كان دايما لها نظرة، النظرة دي قعدت في دماغي يعني، اني انا اهتم بالبوتاجاز عشان البوتاجاز هو اللي حيبين نظافة المطبخ النظيف او مش نظيف يعني. ولذلك مطلع عيني والله، رغم انه هو جار عليه الزمن خلاص، والزمن كل وشرب عليه، يعني حاجات كتير اتكسرت منه وحاجات كتير اتحروقت منه، ولكن نحاول قدر الإمكان إني أنا نحافظ عليه نظيف. نحاول والله، كلها هي محاولات، ساعات تبوء بالنجاح وساعات تبوء بالفشل، ولكن هنقوله إيه، يلا الحمد لله. جينا للناحية التانية اللي هي دايما أطبق مكركبة يعني، اللي فيها ركن الشاي وفيها الخضار وفيها البصل والثوم وفيها الحاجات دي كلها، دي دايما الواحد يعني مهما ننظف فيها ومهما نعمل فيها سبحان الله الركن ده دايما مدعوك عندي. ولكن والله يوميا يعني كل يوم، وما تستغربوش من كمية التراب، لأن اللي عرفني عارف إني أنا ساكنة في دور أرضي والشارع اللي قدامي تراب، أنا والتراب عايشين مع بعض يعني، لا تقلقوا، أنا والتراب خلاص تعودنا على بعض وخدنا بعض تمام وحبين بعض ومتعايشين يعني مع بعض، فمش فارق معنا الموضوع. وهنا أخيرا وصلت للحظة المنتظرة. إني أنا نغسل الحوض ده، خلاص أنا كده تمام، أنا كده أرفع لي الراية. أنا اللي تعرف تزغرت تنزل تزغرت في الكومنتات، يلا عايزين نشوف الزغريت ونشوف ضرب النار عدو الفرحة. المهم لو وصلت لهنا ما تنسيش تحطي لي اللايك الزين والكومنت والدعوة حلوة يا رب ولك بالمثل، وتشتركي وتنوريني، والسلام عليكم.